أخطر جاسوس مصري في بيت أكبر قائد إسرائيلي. كيف دخل الجاسوس المصري لحصون خط بارليف في حماية القائد الإسرائيلي؟ المعروف عن جهاز المخابرات المصري إنه من أذكى الأجهزة على مستوى العالم، لكن اللي حصل في قضية العراف فاق كل التوقعات. هو كان معقول المخابرات المصرية تعمل أوضة العمليات وتزرع عاملها جوه بيت الجنرال المسؤول عن حصون خط بارليف؟ بيقولوا من الخطأ دخولك الحرب من غير نية للفوز بها، وده اللي حصل قبل هزيمة 67 واللي اعتبروه في كل الدراسات العسكرية هزيمة، واعتبرته مصر بداية لجيل جديد بنية جديدة. تبدأ قصتنا سنة 67 وفي مشهد للعساكر والجنرالات والقيادات الإسرائيلية بتحتفل بانتصارهم على العرب، وبعيد عن المشهد ده كان في الخلفية حشود داخلة من كل المعابر اللي بتودي لإسرائيل، يهود من كل الجنسيات ناقلين حياتهم لجنة ربنا على الأرض أو الأرض الموعودة زي ما كانوا بيحبوا يسموها. الأمن على كل المعابر بيدقق في الأوراق المهاجرين، بيشوف جنسياتهم والأوراق اللي بتثبت إن وجودهم مرحب بيه في الدولة الصهيونية، واللي ابتدت ترسم صورتها على خريطة العالم وتعرف نفسها كزعيم جديد بين زعماء العالم. وعلى بوابة من البوابات واقف مهاجر سوفيتي معدوم وعلى قد حاله، كانت هدومه والهيئة بتاعته والشنطة اللي ماسكها في إيده بتقول إنه من الفقراء اللي جايين يكسبوا فلوس ويعيشوا حياة اللي بيتمنوها في الأرض الموعودة زي ما كانوا مسمينها. المسؤول عن الأمن فحصوا بنظرة مش مائزة، وبعدين وزعوا مع مجموعة من المهاجرين اللي بيشبهوهم في الشكل عشان يشتغل في مزرعة إسرائيلية زي ما كانوا مسموها. الشخص ده كان اسمه دافي كرينهيل، وقصته اللي حكاها لزمايله المذيعين قال إنه من اليهود السوفيت، وإنه ما شافش والدته من وهو عمره 11 سنة بعد ما الحزب الشيوعي ما اعتقلها واختفى بعدها وما ظهرش تاني، وإن والدته هي كمان ماتت وما بقتش عندها أي حد تستناه، لحد ما عطف عليه شخص يوغوسلافي اخده معاه تركيا، ومن تركيا ركب المركب الاسرائيلي وشاف بعيونه الحلم اللي ناوي يحققه في ارض الميعاد. قصه المهاجر السوفيتي اللي خلت الناس تتعاطف معاه، خصوصا وهم شايفين علامات الضعف باينه عليه ولامسين بنفسهم انه لا يقدر يحقق حلمه ولا عنده المهاره اللي تؤهله لكده، لحد في يوم من الايام اتغير كل ده تماما. ازاي؟ ده اللي هحكي لكم. في ليله هو قاعد قعده سمر مع اصحابه، كان بيتكلم مع واحده من جيرانه كان اسمها راشيل، وكانت معاها امها اسمها استر. وفجأة وهو بيحكي ومندمج في الكلام بص الناحية التانية وملامحه اتغيرت وقال بصوت غريب: بولونسكي غلط ولازم يدفع الثمن، لازم يدفع الثمن قريب، لانه رفض الاعتراف. وهنا راشيل وامها استمروا في مكانهم وبصوا بصة فزع وما نطقوش، وده لان بولونسكي كان هو السبب في هجرة راشيل وعيلتها من العراق لاسرائيل، وان كان في قصة حب بتجمعهم ما بين راشيل وانتهت بالحمل، وهو كأي واخد هرب من اللي عمله وساب العراق كلها. عشان كده راشيل وامها اتصدموا لما سمعوا دافي وبيقول قبل ما يغمى عليه انه لازم يعتذر. بعد ما فاق دافي حاولوا يسالوه عن اللي قاله، لكن دافي بيبص لهم وهو مش فاهم اي حاجه ومش فاهم بيتكلموا عن ايه، وفي النهايه اتاكدوا فعلا انه مش فاكر حاجه من اللي قاله. مشيت الدنيا تمام والموضوع بدأ يتنسى، لكن بعد اسبوع حصل اللي ما خطرش على بال حد. بعد الموضوع ده باسبوع وصل لراشيل شيك بمبلغ كبير جدا، لكنها اتصدمت لما عرفت الشيك ده جاي منين، مش عشان المبلغ اللي فيه، لكن عشان التوقيع كان باسم بولونسكي، واللي ما اكتفاش انه يبعت مبلغ كبير من المال، ده كتب جمله على ظهر الشيك وقال فيها: تقبلي اعتذاري عزيزتي. طبعا عيله راشيل طارت من الفرحه بالفلوس ديت، وقعدوا يحكوا عن النبوءه اللي حكاها دافي وهو مش في وعيه. وطبعا القصص اللي من النوع ده بتلاقي ودان كتير تسمعها، وانتشر الخبر بسرعه كبيره جدا. كان اي حد كان بيجي يسال دافي عن النبوءه ديت كان بيقول مش فاكر حاجه، لحد ما مرت الايام وفي ليله تانية حصل نفس اللي حصل بالظبط، لكن وقتها دافي قال: خساره ان المحرك جميل زي ده يبوظ. وزي المره اللي قبلها دافي فاهم من الغيبوبه هو مش فاكر اللي حصل، لكن المزارعين اللي كانوا موجودين قلقوا وقاموا يشوفوا ايه كل المحاريت اللي كانت موجوده في المزرعه، لكن الغريب انها كلها طلعت سليمه وما فيش ولا واحد فيهم بايظ. وقتها قعدوا يضحكوا ويتريقوا على دافي ونبوءاته، لكن تاني يوم كانت مستنيهم مفاجاه كبيره جدا. اللي حصل تاني يوم ان المحرات الرئيسي في المزرعه انكسر من غير اي سبب، وطبعا لما انكسر المحرات كان الكل مصدوم من النبوءه اللي اتحققت لدافي. طبعا موضوع المحرات ده كان كافي ان شهره دافي كعراف تلف اسرائيل، وابتدت الناس تجيبه في كل حته ويتكلموا معاه، يمكن يقول لهم حاجه عن مستقبلهم ولا حاجه. وطبعا دافي كان بيرفض يقابل الناس ديت، وهو اصلا ما كانش مقتنع ان هو بيقول حاجه او ان هو مثلا بيبقى اغمى عليه ومبقاش في وعيه، والنبوءه اللي بيقولها ديت الناس بتاخدها بمحمل الجد وتتحقق. وجه يوم من الايام واحد دخل على دافي لابس لبس شغال في موقع حساس. الشخص ده طلب من دافي ان هو يجهز نفسه عشان هيسافر. يسافر فين؟ يسافر تل ابيب. في الطريق لتل ابيب كان دافي قاعد وجنبه شخص برتبه كبيره جدا. كان دافي بيبص على الطريق من شباك العربيه الفخمه وبيسترجع المشهد من بدايته، من اول ما حط شويه هدوم مهلهله جوه شنطه قديمه مهلوكه وقدم ورقه للمسؤول عن الامن في معبر الاسرائيل في بدايه ما كان جاي لاول مره
لاسرائيل، وقال انه يهودي وجاي من روسيا مع انه مسلم واسمه اشرف وجاي من مصر، ورئيس مبتسم دلوقتي في مكتبه لنجاح العمليه وزرع واحد من رجالته في مكان من اخطر واكبر الاماكن المخططه داخل قلب تل ابيب. وفي الناحية التانية كان رجال المخابرات العامة المسؤولة عن دافي بيسترجع هو كمان طريقة اللي قابل بيها دافي لما قابله صدفة وهو بيلعب نفس لعبة الوالي المكشوف عنه الحجاب عن الناس في مصر. راجل المخابرات العامة بنظرته اللي ما بتخيبش قدر يشوف الذكاء في عينين أشرف رغم ملامحه الغريبة وهيئته المبهدلة. أشرف فؤاد الطحان ابن المهندس المصري وسيدة أوكرانية حبوا بعض واتجوزهم، لكن الأب عمل حادثة ومات قبل ما أشرف يتولد بيوم، وعشان كده اتربى أشرف في بيت جده السوفيتي وحافظ العادات الروسية وبيتكلم اللغة الروسية والأوكرانية زي ما والدته كانت بتحفظها له بالظبط. كمان كان بيحب العامية المصرية وبيتكلم بيها مع أصحابه وزمايله في المدرسة، وفي سن 11 سنة بيلعب القدر لعبته وتموت الأم ويهربوا جده لأوكرانيا خوفا من ان اهل باباه ياخدوه منه ويربوه بعد ما امه ماتت. اشرف كبر في اوكرانيا لكن شخصيته كانت انطوائيه ومياله للعزله والوحده، ولما قدر انه يهرب من جده وسافر لمصر وبالتحديد الاسكندريه عشان يعيش مع اهل والده. لكنه لما وصل اسكندريه كان في مفاجاه مستنيه، مفاجاه هتقلب حياته. في اسكندريه وفي شارعهم القديم دور اشرف على بيته اللي كان محتفظ بصورته جواه، لكن ما لقاهوش، ولما سأل عرف ان البيت وقع من فتره وان كل اللي فيه ماتوا ما عدا وفاء بنت عمه. وفاء دي كانت تعرف اشرف وبتبعت له وهو في اوكرانيا، وكان بيعرف منها كل اخبار العيله، لكنها ما قالتلوش ان العيله كلها اندفنت تحت البيت. دور اشرف على وفاء في كل مكان وللاسف ما عرفش يلاقيها لحد ما فلوسه خلصت وبقى بيشحت في الشوارع وحالته اتبهدلت وبقى شكله زي المتسولين والمجاذيب. والقصه ما انتهتش هنا، ممكن تكون ابتدت، لان المخابرات المصريه شافت فيه اللي محدش عرف يشوفه، والدليل انهم قعدوا في العربيه دلوقتي جنب رتبه من اكبر الرتب في مكان مهم جدا في قلب تل ابيب. نزل اشرف فؤاد من العربيه ودخل بيت الجنرال كوهين، وده جنرال كبير جدا في الجيش الاسرائيلي، وهناك قابل زوجة الجنرال اللي كانت مجهزة حفلة كبيرة جدا لزوجته وزوجات الجنرالات في الجيش الإسرائيلي. ونجم الحفلة كان الشخص اللي اتشهر وقتها وإن هو بيشوف المستقبل، وهو دافي كرينهيل، وهو أشرف فؤاد الطحان. وفي وسط الحفلة راح دافي بغيبوبة وجات له الحالة إياها، وبص لمرات وزير الصناعة اليهودي وقال لها قصة ميراث بلغاريا مش حقيقية. وكمل دافي وحكى لها حاجات كتير جدا عن ماضيها، وقال لها إن جوزها هيقابله خطر كبير الأيام اللي جاية. وتاني يوم وصل للنائب العام الإسرائيلي أوراق مهمة جدا بتؤكد تورط سكرتير وزير الصناعة في عملية فساد كبيرة، وبالحادثة المدبرة دي بقى دافي كرينهيل أو أشرف فؤاد العراف الرسمي لجنرالات الإسرائيلية والقيادات الكبيرة داخل دولة إسرائيل. وطبعا كل النبوءات اللي قالها أشرف ما كانتش من خياله، ولا هو يعرف يتبنى أصلا أو يتخيل أفكار أو حاجات زي دي بالظبط، ولكن كانت كل دي حاجات بتجيله وتدابير من المخابرات العامة المصرية اللي كانت عاملة زي شبكة كبيرة جدا لجمع المعلومات عشان تهيئ لدافي كل التفاصيل اللي كان بيقولها، لكنها ما كانتش تنبؤات على قد ما كانت معلومات بتجيله من مصادر موثوق منها داخل دولة إسرائيل عن طريق بعض الشخصيات اللي كانت المخابرات العامة المصرية مجنداها، بتدلب أخبار بتقدر تفيد دافي إن هو يمثل عليهم حالة التنبؤ وحالة اللي هو بيغمى عليه ويشوف المستقبل. وكان الهدف من العملية هو زرع دافي أو أشرف جوه بيت الجنرالات الإسرائيليين ويبعت كل كبيرة وصغيرة للقاهرة، لكن ده كان الهدف الأصغر من العملية. أما الهدف الأكبر فكان هدفه دخوله للموساد الإسرائيلي، وقد كان. وفعلا دخل أشرف لمقر الموساد، لكن قبل ما يدوله الأمان بدأوا في التحقيق معاه ومراجعة الأوراق، ومش بس كده، ده اتحط على جهاز كشف الكذب وطلعت النتيجة إنه ما بيكذبش. ومن يومها وهو صديق لكبار رجال الجيش الإسرائيلي والموساد في أخطر فترة من فترات الحرب ما بينهم وما بين الدول العربية، فترة 68 لسنة 73. الغريب ان دافي ما وصلش بس للموساد، ده عاش جوه بيت جنرال كوهين ذات نفسه، وده بعد ما قال له وتنبأ انه هيمسك القيادة خط بارليف، واللي مسكها بالفعل وتكلف بعدها بكام يوم بقيادة الحصون الشمالية في خط بارليف. وده اللي خلى كوهين ياخده ويعيشه جوه بيته ويحسسه ان هو واحد منهم ويقربوا منه بشكل كبير جدا. ومن هنا بدأت المهمة. وقدر أشرف يزرع جوه بيت المسؤول عن خط بارليف جهاز إرسال واستقبال للشفرة والحبر السري، ويتحول بيت القائد الكبير لأكبر قيادات داخل الجيش الإسرائيلي إلى مركز إرسال واستقبال المعلومات إلى المخابرات العامة المصرية. طب ليه المخابرات زرعت أشرف جوه بيت القائد عن حصون خط بارليف؟
الإجابة إن المطلوب من أشرف كان وقتها جمع المعلومات اللي تخص خط بارليف، وده اللي خلاه في يوم من الأيام يطلب من كوهين إنه يوصف له خط بارليف من جوه، وده الطلب اللي كان هيوديه ورا الشمس لولا ذكائه اللي خلاه يستدعي حالة الهستيريا اللي كانت بتجيله، حالة الغيبوبة، واداله واحدة تنبؤ على قد ما قسم كده إنه هيدخله التاريخ بحجة إنه لو شاف خط بارليف وليه علاقة بيه هيقدر وقتها يتنبأ بجزء يدخله التاريخ. وتاني يوم كان دافي او اشرف جوه حصون بارليف مع كوهين. ما هو اصل كوهين عايز يعرف باقي النبوءه، لكن اللي ما يعرفوش ان دافي لابس جاكيت جواه زراير كبيره موجود جواها كاميرا صغيره جدا بتصور كل حاجه داخل الحصون خط بارليف.